السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ وتدابير ليندا. إلا كنتوا أول مرة تزوروا القناة نتمنى ديروا لي اشتراك والإعجاب بالفيديوهات وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اقترحت عليكم اليوم فيديو تاع عصير، راح يكون عصير منعش بطبقتين. راح تشوفوا كيفاش راح يخرجوا هذوك زوج طبقات بذوقين، راح يكون ذوق الفراولة أو ذوق البرتقال بما أنهم راهم موجودين في الأسواق، وعلاش لا. وتاني راح يكون مناسب بزاف في رمضان وراح ينحي كامل العطش ويكون عصير منعش قلت لكم، وما تزيدوش كامل باش تجربوه. هاوليك العصير تاعي كيما راكم تلاحظوا قلت لكم بطبقتين، يعني راح نقدر نستعمل كل عصير وحده على حده، بصح هكذا كي يكون كوكتيل راح يجي بزاف بنين صدقوني. ماشي كوكتيل هكذا، كوكتيل اللي راه يجي بهاد الطبقات، وباش تعرفوا كيفاش يخرجوا لنا هاد الطبقات راح نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدا مباشره معكم. كيما راكم تلاحظوا عندي كاس كبير هنا فراوله مجمده وكاس كبير تاع برتقال مجمد، يعني بعد ما نظفتهم بيان سور قطعتهم قطع صغيره وحطيتهم في المجمد على الاقل ليله كامله. لازم يشدوا هكذا كامل. بدينا بتاع الفراوله كيما راكم تلاحظوا هنا حطينا هذاك الكاس تاع فراوله مجمده، زدنا عليه زوج كيسان نفس الكاس تاع ماء، يعني زوج كيسان، وهنا درت 3 ملاعق تاع سكر عادي وملعقه كبيره تاع عصير ليمون. السكر العادي هنا ديماريت ب3، من بعد راح نزيد كيما راكم تشوفوا ميكسينا كامل هذاك الخليط غير بالعقل. الا راح نديرو بالميكسر ردوا بالكم روحوا غير بالعقل باش ما تخسروش الماتريال تاعكم. بعد ما تطرحها هكذا زدت عليه زوج واحد اخرين، يعني ككل راح يكون 5 ملاعق تاع السكر. بهذه الطريقه ريحته مليح حتى ما يبقى فيه والو. من بعد نزيد عليه هنا عطر الفراوله، هذا العصير الاول هكذايا. بعد ما ريحته مليح نجوزو هكذا في صفايه، معليش تكون خشينه بيسك ما عندوش حاجه يعني اللي تتصفى بزاف، وشنو كاين الناس بزاف تحب تصفي من الاحسن سورتو الا قعدوا هكذاك قطع ما ترحوش مليح يكون فيها هذوك حبيبات بزاف، والنتيجه هاي ليك راهي قدامكم. قلت لكم تقدروا تستعملوا كل عصير على حده كيما تحبوا. هنا رجعنا دوكا تاع البرتقال. شوفوا انا كنت غير ما جبدته من المجمد سي بوغ ما حبيت نحالي من الكاس، تقريبا نفس الكيفيه. هكذا عندنا الكاس هذاك تاع البرتقال قطع مجمده، نزيدوا عليه زوج كيسان تاع الماء هكذا، زوج كيسان تاع ماء. من بعد نرحي بيان سور، وما ننساش ملعقه كبيره تاع عصير ليمون، ونزيد السكر. قلت لكم هنا درت 3، من بعد ندير بنفس الطريقه كيما درت مع الاول. رحيته وزدت عليه زوج ملاعق واحد اخرين بما يعادل 5 ملاعق ككل. وعندي هنا عطر البرتقال، يعني نفس الطريقه كيما راكم تلاحظوا نفس المقادير تقريبا هكذا كيما راكم تلاحظوا. بعد ما رحيته مليح نفس الشيء تاني راح نصفيه بيان سور. في البرتقال اللي لقيتوا العظام ولا ديروا حسابكم تنحوهم قبل لا باش ما يطلقلكمش هذاك المروره في الاخير. هاي لك النتيجه تاعي مع العصير تاع البرتقال. دوك نجوزوا للتقديم تاعنا باش نتحصلوا على هذوك الطبقات. اول شيء هنا نعمر الكاس تاعي بلي كلاصون ولا مكعبات الثلج كيما راكم تشوفوا. درنا لي باي، من بعد نبدا بالعصير اللي يجي ثقيل. جينيرالمون الفراوله تكون ثقيله على البرتقال. درناه للتحت هو الاولاني، يعني تقريبا نعمر نص. من بعد نزيد نعمر الثاني غير بالعقل هكذا باش ما يتخلطش هكذا. ولي كلاصون هما راح يساعدوا باش الطبقات يحافظوا على يعني يحافظوا على روحهم باش ما يتخلطوش هكذا. والنتيجه كما راكم تلاحظوا هنا قدامكم راح يكون عصير كوكتيل بالطبقات متكون من الفراوله والبرتقال. كما راكم تشوفوا عصير منعش بارد هايل ينحي العطش في رمضان، وان شاء الله يعجبكم وتجربوه. والى وصفات اخرى ان شاء الله، وصحه فطوركم.